المصريون هذه الأيام، فها هو إعلامي مصري يضرب من جديد موعدا للتفجير قبيل وقوعه. خدوا بالكم، الدور على الشرقية. قولوا بقى اصله يعرف من ايه، قولوا زي ما انتوا اغبياء، اصلكم غبا يعني. لا بتقروا لا وول ستريت ولا بتقروا البيانات بتاع الجماعه اللي انتوا صارفين عليه ولا اي حاجه. مرة يحدد المكان وأخرى يحدد فيها الزمان. حق ربنا الناس دي لو عايزه تعمل حاجه لازم يحصل تفجير كبير قبل 25 يناير وقبل 14 و15. تكهنات ورؤى تتحقق قبل وقوع الحادث، الأمر الذي فتح باب الاجتهاد لتفسير القاعدة الأمنية الشهيرة: عند وقوع الجريمة ابحث عن المستفيد. من يستفيد من مثل هذه الأحداث؟ هل يستفيد التحالف الوطني من هذه الأحداث؟ هل يستفيد المواطن الذي يسور في الشارع من هذه الأحداث؟ من يستفيد من هذه الأحداث هو من يريد أن يمرر دستور لا يعبر عن شعب مصر، هو من يريد أن يشرع الانقلاب. المستفيد يبادر قبيل انتهاء التحقيقات بإلصاق التهمة بالإخوان المسلمين، ويتبع ذلك باستصدار قرار بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب. قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار. تفجيرات حدثت وأخرى محتملة في مخيلة الإعلاميين، تذكر بتفجير كنيسة القديسين في مطلع يناير من عام 2011، والذي ترافق مع الدعوة لمظاهرات 25 من يناير، والتي تحولت فيما بعد إلى ثورة أطاحت برأس النظام. وقتها بادرت وزارة الداخلية باتهام إحدى الجماعات الإرهابية، إلا أن وسائل الإعلام المصرية نشرت بعد ذلك ما قالت إنها مستندات تثبت تورط جهاز الشرطة في الحادث. وفي الأحداث الإرهابية الراهنة ألمح إعلاميون مصريون معروفون بموالاتهم لسلطة الانقلاب إلى أن هذه الحوادث وقعت بمعرفة عناصر من جهاز الشرطة نفسه. اختراق أمني، في جواسيس جوه، في ناس بتطلع الأخبار بره، في ناس بتتعامل مع الإرهابيين، وقلنا الكلام ده 100 مرة قبل كده، وخصوصا في الشرطة، في ناس بتطلع المعلومات وبتسربها لبره. الترويج الإعلامي للتفجير قبيل وأثناء وبعد وقوعه اعتبره البعض محاولة لتوظيف هذه الجرائم لصالح السلطة الحاكمة للنيل من الخصوم السياسيين. وبات المصريون يتابعون شاشات الفضائيات للتعرف على زمان ومكان التفجير القادم، وما سيسفر عنه من إجراءات سياسية وأمنية في الشارع المصري. لكن بأن أعياد رأس السنة ستكون خالية